يا مساء الخير اخواتي بقى. قبل ما نبدا الحلقه ما تنسوش كده تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. الوقت طلب مني 2 كوفي ميل شوكليت، يعني هوت شوكليت بالقرفه، حاجه كده عظمه قوي نعملها في البيت في البرد ده وهتعجبنا قوي 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 قوي. اول حاجه هنجيب الكراف بتاعنا وهنكون مجهزين اي نوع من صوص الشوكولاته، يعني اي نوع عندنا صوص شوكولاته او الشوكولاته اللي هي الكابري او اي نوع شوكولاته ثانيه ممكن نحطها ونشتغل بيها عادي. اول حاجه هنحط في معيار، هنحط 100 ملي من الشوكولاته، يعني كل كوبايه بتاخد لها 50 ملي شوكولاته او 60 ملي شوكولاته. تمام او كده. حطينا في معيار معلقتين كبار من الشوكولاته، كده اسهل من الملي والجرام كمان. وهنحط في معيار كوبايتين من اللبن. وبعد كده هنقوم بعد كده هناخد الكوفي ميل شوكليت على البخار، يعني بس احنا في البيت هنسخنه على البوتاجاز ويكون على نار هاديه قوي. تعالوا ما اقول لكم بقى بيتعمل ازاي. اول حاجه هنجيب البخار بتاعنا وهنسخن. كوفي ميل شوكليت حاجه كده عظمه قوي، يعني اي نوع شوكولاته عندنا مع شويه لبن وشويه قرفه وخلص الموضوع. ما نبهوهاش كده على نفسنا ونكبر الحكايه كده بقى وننزل الكافيهات وندفع مصاريف ملهاش اي 30 لازمه. الحاجات دي كلها ممكن نعملها في البيت بمنتهى السهوله والبساطه قوي بدون تكلفه كبيره كمان. يعني لو احنا هنشرب ده بره ب 40 وب 50 جنيه، ممكن في البيت ما يكلفناش 10 جنيه او 15 جنيه كمان، ولينا والاولاد. كده هو سخن وبقى زي الفل. في البيت هنعمله على النار ويكون على نار هاديه. واسف ان انا بطول عليكم في الكلام، اعذروني يعني. بعد كده هنشيله من على البخار وزي ما انتم شايفين اهو هو مطلع وش. هو اصلا على النار لو احنا سخناه على النار برضه هيطلع لنا وش، لان الشوكولاته لما بتندمج مع القرفه بتعمل وش كده رهيب، يعني حاجه كده بتبقى عظمه قوي يعني. طبعا الطعم بقى حكايه، ما اوصفلكوش الطعم عامل ازاي. هنسحب بقى كده كوبايتين وهنعقم الكوبايتين بالميه السخنه. جبنا الكوبايتين بتوعنا وعقمناهم بالميه السخنه. واول لما نسحب الكوفي ميل شوكليت اللي هو الهوت شوكليت قرفه، نسحبه كده من على النار، نسيبه يهدى شويه، يعني ما نفرغش كده على طول او ما نحطش في الكوبايه على طول علشان ما ينزلش كل وش والباقي واللبن يفضل تحت. نسيبه كده يركز شويه. وبعد كده هنقوم منزلين بقى اوريكم له. هنقوم طبعا هو نازل اهو لبن مع وش، وهنحط في الكوبايه برضو زيه. هنوزع كده وهنقوم مقلبينه كده اهو علشان نخلط الشوكولاته تحت مع الوش بتاعنا، ونقوم موزعين الوش كده على الكوبايتين. حاجه كده عظمه. هو كده تمام وزي الفل. طبعا هو لسه مخلص، لو جالنا ضيوف ولا جالنا اي حد نقدمه له كده، لا هقول لكم نجرنش بايه وممكن نزوقه باي حاجه عندنا. ثانيه واحده ورجعت لكم تاني ومعايا صابعين من القرفه العيدان، حاجه كده عظمه قوي. وهنسقط كده 1 قرفه عيدان وهنرمي كده 1 قرفه عيدان برضو. طبعا بيديله نكهه وطعم قوي قوي مع الهوت شوكليت قرفه. ده نعمله في البيت سهل جدا وبسيط. طبعا مع الساعة والشتاء هيدفينا كده ويخلينا يعني اهو تغيير، يعني ممكن نغير في المشاريب بتاعتنا. طبعا وهنقوم نازلين كده بقى بشوية كاكاو من فوق الوش
لو مفيش كاكاو ممكن نسكويك، ولو مفيش نسكويك ممكن قرفة، يعني اللي موجود عندنا ممكن نحطه. ويا سلام بقى لو في شوية مكسرات، ممكن نحط شوية مكسرات، أي نوع مكسرات عندنا، مش لازم نجيب مكسرات غالية، مكسرات أي نوع عندنا ممكن نحطها مع الهوت شوكولات قرفة، هيدينا طعم خطير. ده يا ريت تعملوه في البيت وتقولوا لي رأيكم إيه في التعليقات. حاجة كده عظمة وزي الفل، كل شوية بيطلب مني. طبعا طعمه حكاية ما وصفلكوش الجمال، يا ريت كلكم تجربوه وتقولوا لي رأيكم إيه.